احمد حسن في برنامج كده كان مستضيف كابتن حسن شحاته، طبعا المدير الفني التاريخي لمصر، اكتر مدير فني حصل على بطولات، 3 بطولات 2006 و2008 و2010. بس دايما احمد حسن يعني بياخد الموضوع بحته كده، يعني بيقوم واخدها في حته ما اعرفش هو، يعني ما اعرفش انت هتفضل يعني موضوع نائر ونقير ما بيني وما بينك ده نكمل للنهايه، يعني خلاص ما الموضوع صفي، يعني ما اعرفش ليه خدت الموضوع على قلبك. يعني انا فاهم، يعني دايما احمد حسن في خلاف ما بيني وما بينه، ما اعرفش هو اللي دايما عامل خلاف، كل ده بسبب ان انا ما بقولوش يا كابتن. طيب اولا انت يعني حتى ما قلتش كابتن ابراهيم سعيد، فطبيعي ان انا مش هقول لك يا كابتن. ما هو هتقول لي يا كابتن، هقول لك يا كابتن. هتقول لي ابراهيم سعيد، حتى انت في الفيديو بتقول لكابتن حسن شحاته، بتقول له انا فجاه موجود في الملعب وما لقيتش ابراهيم سعيد في الملعب. هو كان في ايه يا كابتن حسن؟ هو ايه اللي حصل وليه خرج بره الملعب؟ ايه ده؟ ايه الجو ده؟ الجو ده يعني معلش بيعملوه الاطفال الصغيره يعني. يعني ايه انت في الملعب وفجاه ما لقيتنيش؟ مش فاهم، اختفيت لبست طاقيه الاخفاء يعني؟ ما انا معاك في الملعب وبلعب ولعب البطوله كلها. يعني ايه انت عايز توصل ايه يعني؟ اولا انت ما تعرفش الموضوع اللي ده سر ما بيني وما بين كابتن حسن شحاته، انت مالكش دعوه بيه، انت مالك؟ يعني انت ايه دخلك بيه اصلا؟ انت دايما عايز انزل من السما شويه، عشان والله اللي بيبقى على الارض بتلاقي طبيعي. يعني خلي الامور طبيعيه كده، خلي الموضوع سلس، خلي الموضوع لذيذ زي ما بيتقال. اولا يعني المفروض يبقى في احترام، ان احنا كنا في يوم من الايام ملاعب، انت يعني كابتن كبير واسم كبير وكل حاجه، بس انا برضه مش صغير معاك يعني. فدخلت في حته حتى والله يعني تقديرا كابتن حسن شحاته عشان احترم السر اللي ما بيني وما بينه، وانا هقوله على فكره لان ما بخافش. كابتن حسن شحاته قال لك انا مش زعلان منه، كابتن حسن شحاته قال لك انا بحبه، قال لك ابراهيم سعيد عمل بطوله كويسه. طب انت ليه عايز تدخل وتفتح فتحه تاني؟ يعني مش فاهم ايه العلاقه يعني. بالعكس انت لما نيجي نتكلم على بعض المفروض يبقى في احترام شويه. يعني هنفضل دايما النفوس كده من ناحيتك ليه مش شايله؟ يعني خلي الامور بسيطه، لان هي دايره صغيره وهنتقابل. زي ما انت عندك برنامج انا عندي برنامج هرد عليك برضه، وانت عارف ابراهيم ما بيسكتش. يعني انا والله العظيم ورحمه ابويا انا النهارده جاي، يعني الكلام ده انا مستعد بيه. انا اولا كنت عايز ابارك لك على البرنامج، فوجئت ان انت بتديني واحده. ايه ليه طيب؟ ليه؟ بالعكس على فكره انا ببقى اكتر واحد ببقى مبسوط ان الجيل بتاعنا او من الجيل اللي اكبر منا يبقى ليه منصب، يبقى ليه تواجد، سواء اعلامي سواء تدريبي. وانت ما شاء الله خدت كل الفرص الاعلاميه والتدريبيه، حتى في التدريب او في ما نفعتش معاه. المدير الرياضي او مدير الكره لمنتخب مصر ما مشيش. بيراميدز برضو نفس القصه، رغم ان انت موجود في منظومه يعني ما شاء الله تنجح اي حد، ما نجحتش. طب انت ليه عايز تعمل عداوه من البدايه في الحته الاعلاميه؟ يعني احنا هنفضل كده ند في الحياه. فكابتن حسن شحاته بصراحه انا بشكرك يا كابتن حسن، عشان انت راجل جميل واب ومحترم واخويا الكبير وطولت العمر لحضرتك واحترمت السر. فانا هقول لكم السر يا جماعه. قبل نهائي كاس الامم الافريقيه مباراه السنغال، انا اولا كان في كلام كتير جدا عليها قبل البطوله ومشاكل كتير جدا، والناس كانت رافضه ان انا ابقى موجود في منتخب مصر. فكابتن حسن شحاته راهن عليا عشان ابقى موجود في منتخب مصر. لو الناس تتذكر الجيل بتاعنا والجيل الكبير بتاعنا والاعلاميا، شوفوا كم الهجوم اللي كان موجود عليا. فالبطوله كانت صعبه. اولا الحمد لله انا خدت احسن مدافع انا ووائل جمعه في البطوله دي، في التشكيل المثالي للبطوله، يعني افضل 11 لاعب في البطوله الحمد لله انا كنت من ضمنهم. فطبيعي ان انا 74 مباراه دوليه الحمد لله، احرزت 5 اهداف، واخد 2 افريقيا من 3. فانا الحمد لله الواحد يعني بيتكلم. فانا يعني في الوقت ده بعد المباراه السنغال والله العظيم واحنا على العشاء رحت قلت للكابتن حسن شحاته انا عايز اقعد معاك. كان قبل المباراه تقريبا ب4 ايام. يعني هو ده السر اللي انا هقوله لكم بقى، ودي الحقيقه. عشان احمد حسن قال لك ايه انا فجاه ما لقيتوش، ما اعرفش اختفيت، انا ما اعرفش يعني ما شافنيش يعني. قال يعني مصر كلها شافتني والكاميرا حتى جت عليا وشايفاني، وعبد الحليم علي نزل مكاني ضيع يعني وعبد الظاهر السقا بيقومني وعمرو الزكي ويقولوا لي في ايه، هم ما حدش يعرف ايه الحوار. فانا قعدت مع كابتن حسن، قعدت في الاوضه، قال لي خير. قلت له يا كابتن حسن والنبي عشان خاطري يعني، وحتى خدت الموضوع بضحك يعني، انت واصل النهائي. فقلت له يا كابتن حسن لو وصلنا لضربات الجزاء عشان خاطري خرجني براها.
بكل صراحة وأمانة يا جماعة، اللي سمعناه ده إبراهيم سعيد ليه حق فيه. في حاجات في الكرة يا جماعة إن أنت تصغر من زميلك ديت حاجة تزعل، وحاجة مش مطلوبة في كرة القدم، وكمان إنك تكررها أكثر من مرة. في حاجات تتقال وأسرار تتقال، وفي حاجات ما تتقالش. حاجة زي دي حاجة شخصية جدا. لو إبراهيم سعيد طلع حكاها، هي حاجة ما فيهاش حاجة خالص، وكلنا وفي لعيبة ياما بتهرب من ضربات الجزاء وما بتحبش تشوط ضربات جزاء، وبتخاف تلعب ضربات جزاء، عادي جدا جدا جدا. وفي لعيبه كبار في العالم بتضيع الموضوع ده عادي. ولكن طالما لاعب طلب من مدرب او خلع او مشى، ما تجيش بقى تفضحه. ما تجيش في كل برنامج وفي كل حكايه وفي كل روايه تقول ابراهيم سعيد وما شفتوش وهرب وما رضاش يشوط. ما انت شطت يا عم في الماتش وضيعتها، وكنت هتضيعنا، وكنت هتضيع البطوله مننا يا احمد يا حسن. حصل ولا ما حصلش في المباراه النهائيه؟ فابراهيم سعيد انا بقول لكم في الموقف ده وفي الموضوع ده عنده حق والله، وعنده حق يزعل طبعا، لان الحاجات دي بتبقى حاجات شخصيه ما تتحكيش. ولو حكايه يحكيها مثلا كابتن حسن شحاته صاحب الواقعه، يحكيها يا جماعه ابراهيم سعيد صاحب الواقعه. انما انت يا احمد يا حسن ما تتدخلش في الموضوع، في المواضيع. تاني، في اسرار تتقال وفي اسرار ما تتقالش. انا بايد ابراهيم سعيد بصراحه في الفيديو ده في كل كلمه قالها. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.